بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم أولى حلقات برنامج الكرة مع انجكشن العالمي على اليوتيوب. أول مسابقة رياضية النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعملها فيديو مختلف. طبعا إحنا بنتكلم في الكرة وبنتكلم في مجال كرة القدم ولينا الحمد لله صولات وجولات في حتة الفيديوهات السابقه اللي كانت قبل كده اللي اتكلمنا فيها عن جوده الملاعب والكواليتي بتاع اللعيبه، بس الفيديو النهارده مختلف. اتمنى ان يعجب حضراتكم وان شاء الله مستني الكومنتات بتاع حضراتكم لو في عندكم اي اضافه او حابين تضيفوا حاجه ليا او الكلام ده كله. طبعا النهارده معايا ضيف محترم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك دي برنامج مسابقات رياضيه، تحب تكسب معانا؟ أيوة طبعا. حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ أنا زملكاوي. طبعا قبل ما ندخل معاه في تفاصيل نحب نعرف اسم حضرتك. شريف حمادي. طب يا عم شريف، انت ليه بتحب الزمالك؟ لأن أنا طول عمري زملكاوي وبحضر ماتشات الزمالك على طول ويعني دي فريقي المفضل. طب تسمح لي اقعد جنبك؟ اتفضل يا باشا. طبعا النهارده هسألك أسئلة عن نادي الزمالك، بما إنك بتحب نادي الزمالك وبتشجع نادي الزمالك. مين هو صاحب هدف بطولة 2002 آخر بطولة أفريقيا الزمالك حصل عليها؟ تامر عبد الحميد. تمام مظبوط. من هو الملقب بملك النص في نادي الزمالك؟ فاروق جعفر. أكتر لعيب بتحبه في نادي الزمالك مين؟ لاعيبة كتير بس يعني حاليا الوقت زيزو. حضرت ماتشات للزمالك قبل كده؟ يعني من كنت بروح استاد القاهرة على طول وبحضر الماتشات وبعشق الزمالك يعني من زمان. طيب احنا شايفين الزمالك النهارده عمل صفقات وان شاء الله باذن الله تكون اضافه وطفره لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه. اهم لاعب الزمالك استخدمه في الفتره ديت مين؟ آه، الزمالك جاب احمد حمدي، جاب ناصر ماهر، جاب عبد الله السعيد، جاب محمد عاطف لاعب طنطا. يعني الزمالك ابرم 10 صفقات. من وجهه نظرك مين هو اهم لاعب استخدمه نادي الزمالك؟ طبعا عبد الله السعيد لان خبره برضه وكان يعني هينفع الفريق وهيبقى كويس في نادي الزمالك. وجهه نظرك صعب عبد الله السعيد طبعا لاعب كبير واضافه لنادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله نشوف الزمالك يعني الفتره اللي جايه على اعلى مستوى. يعني في طفره في نادي الزمالك اليومين دول، والراجل ده مشجع لنادي الزمالك وشكله بيحب الزمالك اكتر من اي حاجه. فانا النهارده انت كسبت معايا حاجه لنادي الزمالك، يعني ده اقل حاجه انا هعملها معاك ان شاء الله باذن الله، وليك جايزه اكبر من دي عندي. ممكن تجيب الجايزه طبعا. دي الجايزه بتاعتك. تمام. دي الجايزه بتاعتك. فانيلا نادي الزمالك. كاميرا. وكسبت معانا ترنج رياضي علشان انت بتحب نادي الزمالك وعاشق نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله. مش بوعدك ان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا نجيب لك تذكره باذن الله تحضر بها مباراه الزمالك في الدوري الدور الثاني بامر الله. طبعا انت راجل محترم وانا سعدت بلقائك. عايز بس حابب توجه حاجه لنادي الزمالك او رساله لنادي الزمالك؟ انا نفسي يعني ان هم حتى لو مفيش فرصه في الدوري السنه دي بس ياخدوا كاس مصر. يعني الزمالك طول عمره له ثورات وجولات، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه دي تبقى فتره توافق كروي ان شاء الله باذن الله، تبقى اللعيبه اللي الزمالك استقطبها تبقى اضافه لنادي الزمالك. تحياتي ليك وانا سعدت بلقائك وشكرا ليك على ان انت اتكلمت ودخلت، يعني ما رفضتش ان انت ما تتكلمش او الكلام ده كله. لو انت حابب توجه رساله لاي حد قبل ما اقفل الفيديو. لا متشكرين للبرنامج ومتشكرين لحضرتك. الله يكرمك. طبعا ان شاء الله باذن الله انتظروني في مزيد من على قناتي انجكشن العالمي. انتظروني في مسابقات تانية كتير ان شاء الله باذن الله. تحياتي للجميع وما تنسوش كلمه السر انجكشن مستمر. والسلام عليكم ورحمه الله